النهارده أول مرة الكهربا تقطع عندي في البيت وأنا في السعودية. مش في مصر بس الكهرباء بتقطع، في السعودية كمان، والمصريين هناك مصدومين من اللي بيحصل مع قطعها. وبعد ما تقطع رد المسؤولين كان مفاجأة، مش هتصدق بيعملوا ايه معاهم. يا ترى ممكن يحصل كده في مصر كمان؟ تابع الفيديو هتعرف كل التفاصيل. مسافة ما دخلت الحمام وخرجت كانت رجعت، الكهرباء قطعت لمدة 25 دقيقة بس. بيج علام المصري المشهور في السعودية بيحكي اللي حصل معاه في المملكة وتجربته مع انقطاع الكهرباء، وقال النهاردة أول مرة الكهرباء تقطع عندي في البيت وأنا في السعودية. أنا بقالي هنا سنة و9 شهور والكهرباء عمرها ما قطعت عندي، بس النهاردة حصل ولمدة 25 دقيقة وما حسيتش بيها. بمجرد ما دخلت الحمام وخرجت كانت رجعت. الحقيقة محدش هيستغرب، ما هي بتقطع في كل الدول حتى في الكويت كمان. وانتشرت الأخبار الأيام اللي فاتت إن الكهرباء في الكويت اتقطعت عن 60 منطقة ولمدة ساعتين، وده طبعا بسبب عجز محطات توليد الطاقة عن تلبية الطلب المتزايد الناتج عن الطقس الحار. وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في بيان إن المناطق اللي هيتم انقطاع قطع الكهرباء عنها خلال فترة الذروة من الساعة 11 صباحا للساعة 5 مساء لمدة تتراوح بين الساعة لساعتين في حال استدعت الحاجة. ودي المرة الأولى اللي تعلن فيها السلطات الإجراءات دي بسبب عجز في توليد الكهرباء. ورغم إن سكان الكويت متعودين على طقس الخليج الحر، إلا إنهم اتأثروا بشكل كبير بالتغير المناخي الناتج بشكل أساسي عن استهلاك الوقود الأحفوري زي النفط، اللي تعتبر الكويت واحدة من أكبر مصدرين. لحد الساعات اللي فاتت الكل اتفاجئ بكلام بيج علام عن قطع الكهرباء في السعودية، وطبعا لأن الموضوع كان حاجة طارئة ومؤقتة وما استمرتش كتير زي ما قال حوالي 25 دقيقة بس، فده ما كانش أزمة كبيرة بالنسبة لهم، رغم طبعا ان درجة الحرارة في السعودية عالية جدا. بيج علام انبهر من اللي حصل. بعد ما الكهرباء رجعت بساعة اتفاجئت برسالة جايالي من الحكومة بتقول إن في عطل حصل وهم عارفينه وهيحلوا المشكلة في أقرب وقت وبيعتذروا عن اللي حصل. بيج علام قال إنه كان متفاجئ من تصرف الحكومة السعودية مع المواطنين والتطور اللي حصل في المملكة الفترة الأخيرة، وأكد إن كل حاجة عندهم بقت مرتبطة ببعض إلكتروني زي أبشر، وإن كل حاجة بقت عن طريق تطبيقات في الموبايل وكل التعاملات بقت أونلاين. بيج علام مستغرب من المصريين اللي بيلوموا عليه في حب السعودية. قال أنا مش بحب السعودية من فراغ، البلد فيها فرص كتير لكل الناس اللي عاوزين يشتغلوا. أنا أول فلوس مسكتها في إيدي وعملتها كانت في السعودية، فتحت مشروعي وشركتي هنا، ورغم إني عشت في أوروبا سنتين لكن ما حسيتش بالأمان ولا كان في دعم ليا من الدولة إلا في السعودية. انتم ازاي مترددين تيجوا تشتغلوا في السعودية؟ لحد النهاردة الناس بتبعت لي جاي لي عقد عمل اجي ولا ما اجيش، انت لسه بتسأل؟ ده الكهرباء قطعت 25 دقيقة وبعتوا رسالة بيعتذروا. كتير بيقولوا عليه انه بيطبل، ولكن بيج علام عذرهم وقال انه مسامحهم لانهم ما جوش ولا عاشوا التجربة زيه، ومتأكد انهم هيغيروا رأيهم وهيبقوا زيه كمان واكتر لما يجوا. في النهاية انتم رأيكم ايه في كلامه عن حبه للسعودية؟ قولوا لنا في التعليقات.